ازيك يا محمد؟ ازيك يا رجاء؟ عامل ايه؟ ازيك تربة؟ منورنا. اهلا اهلا، ربنا ازيك؟ يخليك. تحب اقول لك محمد رضوان ولا كردي؟ زي ما انت عاوز تعرف، احنا هنعرف بعض من زمان قوي، ربنا فيعني زي ما يخليك. انت اللي براحتك يعني. ماشي طيب. يعني انا عايز ابتدي بسؤال، بس مش ليك، عايز ابتدي سؤال لطلبة. تخيل كده يا طلبة، جيت قلت لك انا هسيب شغلي وهروح هفتح شركة. اوكي. فدي حاجة كويسة صح؟ انت اكيد تشجعني؟ طب طبعا. حلوة. طيب الديتيلز بقى اللي انت ما تعرفهاش، ان انا اروح اشتري شركة من نجيب ساويرس. انت اللي هتشتري من نجيب ساويرس؟ انا هشتري شركة من نجيب مم. ساويرس والشركة دي خسرانة. خسرانه. اه. تقول لي ايه بقى؟ هقول لك يا راجل انت كويس. عملتها ازاي بقى؟ اولا، هي طبعا مش بالشكل اللي انت بتقوله يعني. انا طبعا اعرف، يعني اسمع، يعني ما اعرفش مهندس، ما اشتريتهاش منه شخصيا، اشتريتها من مجموعه اوراسكوم. اوكي. هو طبعا الملك الرئيسي لمجموعه اوراسكوم، لكن حتى ما قابلتوش وانا بشتري الشركه. يعني انا عارف مم. هي شركه كانت حجمها صغير قوي في وسط المحفظه الاستثماريه بتاعت مجموعه اوراسكوم، مم. وكانت شركه اوراق ماليه، وانا طول حياتي في الاوراق الماليه، انت عارف احنا اشتغلنا مع بعض مم. فتره. وابتديت حياتي في الاوراق الماليه يعني، وبس. وبعد كده بعد فتره طويله قوي من ان انا كنت موظف، قلت بقى عاوز اشوف انقل من مم. امبلويي تو امبلوير ده من يعني. قد ايه؟ من كام سنه؟ ده يا سيدي في 2019. ريسنت شركة اسمها عرب يعني. فاينانس بروكرج، وبعد كده خدنا الشركة وقسمناها لشركتين: شركة اي اف لتداول الأوراق المالية، وشركة عرب فاينانس انفورميشن اوكي. تكنولوجي. طب يعني قبل ما نخش في القصه بتاعت ايه الترانسفورميشن اللي حصل وايه اللي خلى الشركه من ان هي شركه خسرانه لشركه كسبانه، ادينا باك جراوند كده. انت يعني اتخرجت منين؟ اشتغلت فين؟ تمام، انا خريج جامعه امريكيه، اوكي. تخصص سياسه وعلاقات دوليه، وتخصص فرع اقتصاد. مم. اول ما اتخرجت كان في بنك اسمه بنك مصر العربي الافريقي، اتباع بعد كده لاي بي سي، مش مم. العربي الافريقي. كان في بنك تاني اسمه مصر العربي صح الافريقي، وكانوا بيدوروا على ناس بقى دم جديد ومش دم جديد، فانضميت لإدارة الاعتمادات المستندية وإدارة الكريدت وكده، وقعدت في سنة ما لقيتش نفسي تماما في مجال البنوك. كنت باخد 360 جنيه في الشهر ده سنه في كام؟ سنة 97. اوكي. كانوا يعني لما عشان اديك بس خلفية، كنت بفطر ب 75 قرش. كان البنك ده في جاردن سيتي، فكان شارع قصر اصل العيني. قصر العيني. فكان كنت باخد كنت شقة الفول بربع جنيه، وشقة طعمية بربع جنيه، الشقه دي المحترف. نص رغيف اه. يعني، و... وكوباية عصير قصب بربع جنيه. ده آه. انت كان فطاري 75 قرش. 360 جنيه يعني $100. مورلس، صح يس كده؟ يس اه. يس يس، بالظبط، مم. برافو عليك، مم. صح. مم. وما كنتش بقى، مش ان انا بقى كنت يعني ما مكفيني وكده، بس كانوا شغال اول مم. شغلانه ليا يعني. وبعد كده انضميت لشركه اسمها الرشاد، كانت لسه في شركه اجنبيه اسمها فلامينجز بتستحوذ عليها. مم. وكان الميزه الوحيده اللي شافوني فيها، شافوها فيا، ان انا كنت بتكلم انجليزي. فهم بس. كانوا بيتعاملوا مع مستثمرين اجانب لسه اه. بقى بيخشوا، كان السوق المصري لسه بيفتح وكده للمستثمرين الاجانب. وكانوا عاوزين حد زي ما تقول كده، يعني يخدم المستثمرين الاجانب مم. اللي هم بيستثمروا في السوق المصري. وما كنتش لا افقه شيء عن البورصه ولا اي حاجه تماما يعني. ومجرد بس اللغه هتساعد in terms of كواجهه. communication. بالظبط، اه. ويبقى وسيله اتصال يعني. والحمد لله بقى ابتديت كسمسار، وبعد كده على مدار بقى ال 20 25 سنه تنقلت من كذا شركة لشركة، وابتديت كسمسار، وبعد كده اشتغلت مبيعات، وبعد كده مدير مبيعات، وبعد كده مدير المكتب الأمامي، اللي هو حاجة اسمها هيد اوف ذا فرونت ديسك. وبعد كده عضو مجلس إدارة. وبعد كده بقى جيت بعد كده قلت لا، أنا عاوز استقيل يعني من الوظيفة، واحاول ادور على فرصة ان انا اشتري شركة. وكده يعني، فتوفقتش في واحدة والتانية، وبعد كده توفقت بقى في طب الشركة دي. السؤال اللي اعتقد اغلب الناس اللي بتشوفنا هتسأله: ايه اللي يخليك تشتري شركة في المطلق مش خسرانة ولا كسبانة، عنك تفتح شركة جديدة؟ مع الريجوليشنز والهيئه وكده كانت صعبه قوي ان انا افتح. كانوا مانعين رخص. الرخص بالظبط مم. كده، فكنت لازم استحوذ على شركه. اوكي. فبالتالي دورت، وحتى عملت بيد على كذا شركه بس ما توفقتش فيها. مم. وبعد كده لما ظهرت دي، كان مدير الاستثمار في شركه اوراسكوم صديق ليا، فقال لي احنا بنبيع الشركه، تحب تيجي تشوف؟ فدخلت طبعا، بصينا وعملنا بقى اللي هو لما تيجي تشتري شركه due بتعمل diligence ديو ده. ديليجنس، وبتبص على الحسابات وبتبص كده. فالشركه
الشركه بس كانت كويسه وكل حاجه وفيها ناس كويسه وكل حاجه، لكن هي عارف لما متوفقوش يعني. ما توفقوش، او ما عشان الشركه اوراسكوم ما شاء الله كانت شركه كبيره جدا، فالحاجات كان استثمار صغير قوي بالنسبه لهم. وبالتالي دخلت وربنا وفقنا وخدنا الشركه وعملنا يوتيرن ستوري نوعا ما يعني. ومحدش كان بيقول لك ايه اللي انت بتعمله دون، انت سايب الاستقرار والوظيفه مستقله وانت راح تفتح شركه يعني. والله بص يعني ما كنت زهقت خلاص بقى، كنت زهقت ووصلت زي ما تقول كده للسيلينج بتاعي و... وحبيت ان انا اشوف بقى نيو فينتشر يعني. مع ان انا طول حياتي كنت في مجال الشركات اللي كنت شغال فيها كانوا دايما شركات اجنبيه عندها بريزنس هنا في مصر، وكنت دايما بشتغل مع المؤسسات يعني زي ما تقول مثلا كده، او مش في المجال بتاعنا لما يكون موظف بيشتغل كوبريت غير لما يكون موظف بيشتغل ريتيل طبعا. فالثقافه مختلفه تماما. وطبعا الشركه عشان هي شركه صغيره وهي لغايه دلوقتي متوسطه الحجم يعني، بس بتخدم 90% ريتيل او افراد، فحتى اتعلمت مع مرور الوقت ازاي انقل من ثقافه ان انا بتعامل مع المؤسسات لثقافه ان انا بتعامل مع الافراد وتلبيه طلباتهم غير تلبيه طلبات المؤسسات. وده في اي مجال، مش في مجال الاوراق الماليه يعني، في اي نشاط يعني. يعني لما جيت تبعد على كذا شركه ومن ضمنهم ارب فاينانس وتوفقت في ارب فاينانس، يعني بصيت على الفاينانشال ستيتمنت بتاعتها لقيت الشركه خسرانه، ما خفتش ان يعني اذا كان الشركه دي تابعه لشركات اوراسكوم هي حاجه كبيره جدا، ايه اللي انت حسيته انك ممكن تضيفه على الشركه تتقلب منها شركه خسرانه لشركه كسبانه؟ والله بص يعني حسيت ان احنا الخبره بتاعتي كلها كان اللي خدتها على مدار السنين كلها كنت ممكن الشركه تستفيد منها. كان فيها بعض المشاكل اللي انا كان عندي حلول ليها. حسيت يعني كان الحمد لله كان يعني ربنا وفقنا فيها وكان في ثقة يعني ان احنا نقدر نعمل يوتيرن ستوري. خدتنا فترة اطول، خلي بالك الشركة خسرانة عمرها ما هتكسب من تاني سنة، فقعدت تخسر اول سنة وبعد كده تاني سنة بريك ايفن ما كناش حققين خسائر، وبعد كده مكسب قليل فمكسب اكتر. فهي الموضوع بيتاخد خطوة خطوة، مش بيتاخد من مرة واحدة اخدت الشركة وهوب بقت بروفيتبل يعني. لكن يعني وكانت عشان هي كانت خسرانه فكانت في متناول الايد يعني زي ما بيقولوا. ما انا لو خدت شركه كسبانه جامد قوي ما كنتش هقدر ان انا اي افورد يعني، او ان انا اقدر ادفع ثمنها، لكن هي عشان خسرانه فكانت الاستثمار فيها كان معقول نسبيا بالنسبه لي يعني. والاستثمار ده انت كان معاك مستثمرين مظبوط. فانت اغلب النصائح بتقولك ان انت حاول بقدر الامكان تبعد عن الفريندز اند فاميلي لما تيجي تريز، فانت عملت ايه؟ انا كان معايا 50% من الاستثمار، وال50% التانيين ما استلفتش، خليت الفاميلي هم يستثمروا معايا، وعلى مدار ال5-6 سنين رجعت 50% من الاستثمار ده. فلو استثمار ده مثلا مثلا واحد رجعت نص ليهم تاني، والواحد ده تضاعف ل10-12 مرة حاجة زي كده يعني. وما خفتش ان انت يعني يحصل مشاكل؟ ما انا قلت يعني هم عيله واحنا عيله مترابطه، حتى كاكستندد فاميلي مترابطين قوي، مش مجرد حتى الفاميلي الاوليه، لكن حتى الفاميلي يعني العائله يعني كاكستندد فاميلي مترابطين. وقلت هيروحوا مني فين حتى لو يعني هم لو فلوسهم راحت بس هم مش هروح منهم في حته يعني. فبس البيتش ليهم اللي هو ايه، تعالوا انا عندي خبره في المجال الاوراق الماليه، تمام، هنفتح شركه مع بعض، حلو قوي، رايحين نشتري شركه من نجيب ساويرس، اكيد استنى شويه، طب نفكر، شركه خسرانه، طب مفيش اي هيزيتيشن؟ لا طبعا كان في هيزيتيشن، وطبعا كان في تردد. بس انا ما اظنش ان حد من اعضاء العيله تردد يعني ان هو ما حطش يعني. اللي كل الواحد كلمته قال لي لا ديفينتلي احنا معاك وجو فور ات. خلي بالك انا كنت برضو سبت شركتي اللي هي كانت قبليها، كنت شغال في شركه فاروس اللي هي دلوقتي فاروس الاهلي فاروس امين، فكنت سبتها في 2016. فقعدت سنتين بدور على شركه صغيره اشتريها، ما توفقتش في واحده وما توفقتش في الثانيه. زي ما تقولي كده هم حسوا ان انا يعني بقالي كتير قوي مش في مكان مش مستقر وكده، ما كانتش بالظبط كده، فحبوا برضو يدوني بوش في القصه دي يعني.
فبس ومن هنا ابتدت القصه يعني. هي شركه دلوقتي طبعا بروفيتبل الحمد لله، ومتوسطه الحجم مش كبيره قوي وبس. وبعد كده حتى اوراسكوم بعد كده تخرجت، هم كانوا عندهم شركتين في المجال ده، كان عندهم عرب فاينانس، كان عندهم بلتون، وبعد كده تخرجوا من بلتون بعد كده يعني. فخلي بالك الصنعه بتاعتنا برضو محتاجين ناس زي ما بيقولوا في المطبخ يعني، في بعض الصناعات كده او بعض الانشطه لازم يبقى واحد في المطبخ هو on top of things او دايما موجود وعادي. خلي بالك انا لما اشتريت الشركه قسمت الشركه لنشاطين، نشاط اوراق ماليه ونشاط ميديا، بس مينلي متخصص في البيزنس كونتنت والمايكرو ايكونوميك كونتنت وكده. فمتوفقين كويس قوي في مجال الاوراق الماليه. الحته التانية برضو عشان مش صنعتي ستراجلينج فيها شويه، فاهم قصدي؟ كوردي انت بدات في العالم الميديا بيزنس كونتنت اه قبل ما يكون في بيزنس كونتنت. ربنا يخليك، يعني ربنا حاليا يخليك، العالم كله بيعمل بيزنس كونتنت، بس ربنا انت يخليك. قررت تعملها من 6 سنين تقريبا. من نوعا ما انت عملت انترفيو مع خالد بشارة الله يرحمه. الله يرحمه. احنا في الاول خالص كنا فكرنا في فكره كده ان رؤساء مجلس الادارات واعضاء المنتدبين بتوع الشركات ما كانوش بيشوفوا ما كانوش بيكلموا الشير هولدرز بتاعتهم او المساهمين بتوعهم. ففكرنا دايما الفكره دي مش جديده يعني، هي فكره موجوده بره تماما يعني. ففكرنا ان احنا نعمل معاهم انترفيوز. فالكلام ده كان في 2019 2020 يعني من 5-6 سنين. وكنت انا بروح عشان كان عندي معرفه شخصيه معظم يعني التوب مانجمنت بتاعت الشركات، واصور بقى معاهم بموبايل وميكروفون بسلك مش زي اللي احنا فيه دلوقتي يعني. وصورت مع ناس كتيره وكل دول على كان معاك الصفحه. طبعا طقم بقى اضاءه وصوت وكده. لا كنت انا بروح انا لوحدي بس. وبتبقى كانت تجربه لذيذه وكنت بقابلهم وهم يتكلموا على الشركات بتاعتهم، وبننزل الداتا بتاعت الشركات على مين السكرين. صاحب الفكره يعني؟ كنت انا صاحب الفكره، وكنت انا برضو اللي بطبقها، بس لقيت الموضوع صعب يعني وما طورتهاش. ففي بعض الافكار بتبقى حلوه. عملت كام انترفيو تقريبا؟ عملنا بتاع 25 30 ده رقم كبير برضه يعني يا كوردي. وكلهم بتوع شركات مدرجه وحتى ناس في مجال الاقتصاد وكده. وبس بعد كده بتحتاج حد دايما معاك، ممكن اقول ان انت جيت a bit early. exactly. وبعد كده خلي بالك برضو يعني as an entrepreneur يعني دايما الواحد بيدور على ناس اكفأ منه معاه. فوقتها ما كانش عندي الناس دي قوي يعني. عارف الناس دايما الناس هنا عندهم مشكله ان هم دايما عاوزين ناس اضعف منهم يشتغلوا معاهم عشان يتحكموا فيهم ويبقوا هم اللي هو الرئيس بتاعهم. It's not true. هو دايما لازم واحد يدور على حد more smarter more aggressive more بتاع، هو اللي يديله البوش وكده، ما يخافش منه، فاهم قصدي؟ فوقتها ما كانش عندي اللي هو زي ما تقول كده يعني الفرقه اللي ممكن تقوم معايا وتشيلني وتقولي لا خليك على المسار ده بس وكده. انت عملت فيديو كونتنت وعملت برضو يعني بابليكيشنز حاجات. بس ده كان موجود. الفيديو هو اللي ما كانش موجود، بس يعني الويب سايت كان موجود وكان فيه اوريدي نيوز وكان وكان التيم موجود والكلام ده كله. بس فكره الفيديو كونتنت ده اللي ما كانش موجود. وبعد كده ما شاء الله بقى دلوقتي كله بيعمل القصه بعديك دي ب4-5 سنين. بس بقى اللي يفتكر بقى اللي عارف كاني لعيب كوره زمان ما حدش شافني وانا عشان التلفزيون ما كانش موجود وكده. الراديو. يعني احد الطرق اللي الواحد يحلل شركه او يشوف ايه الشركات اللي يستثمر فيها هو ان يقابل التوب مانجمنت. فكان وقتها انا فاكر كويس قوي هم ما كانش في حد يعرف اسامي رؤساء الشركات، من كتر انا مستثمر بستثمر في الشركه ديت ما اعرفش مين بيديرها وبيفكر ازاي. او ففكره ان كان كوردي ساعتها يعمل انترفيوز مع كانت ناجحه جدا وسط، صحيح ما كانتش بتعمل فيوز كتيره او مش مشهوره قوي، لكن وسط الناس الكوميونتي بتاع البورصه لا دي كانت مهمه جدا جدا. هو جه بدري زياده عن اللزوم. لا لازم انا كمساهم في اي شركه لازم انا بساهم. انا بستثمر في الاداره قبل الشركه، لان الاداره هي اللي بتنجح الشركه. يعني انا ممكن يكون عندي اقيم اسيت موجود في العالم، لكن without a system احنا هنا في مصر مثلا عندنا 2/3 اثار العالم. في asset more valuable than this. السيستم هو اللي مش منجح القصه، مش وليده النهارده عامه ان جنرال يعني. لكن يعني انت مهما كان عندك من اصل ممكن يكون valuable قوي، لو انت مش هتعرف تديره صح وتطلع منه وهي منظومه كامله بالظبط كده. هو ده الصح يعني. كلها انتر ريليتد يعني. لا هي طبعا يعني انت اكيد لو انت بتعمل انترفيوز دي
انت ماسك موبايل، اكيد موبايل عادي برضو مش زي موبايلاتنا الحديثه قوي ايوه دي، ايوه. وسلك طالع كده هون، وبعدين الطرف يعني انت غير خالد عملت ايه تاني مع مين؟ عملت مع مين؟ محمد القلة. آه محمد القلة. عملت و... محمد كلا، هشام خزندار، اسامي ناس كتيره قوي. استاذ سهر، مش عاوز اقول، لا مش عاوز لا بقى بس هم الالقاب اصلي، مش لا ماليش. بس هم قصدي استقبلوا الفكره ازاي؟ انت كلمته قلت له كده فقال لك ليه انا نعمل معظم كده؟ الناس دي كنت اعرفهم معرفه شخصيه او اه ثرو بيبل، فكنت بكلمهم بقول لهم احنا بنعمل كذا كذا كذا. فقال لك ليه نعمل كده اصلا يعني يعني قصدي. في يعني كلهم تقبلوا الفكره بصراحه يعني. وحتى مش من رؤساء مجلس اداره واعضاء متدربين لشركات، حتى رحنا رجال في مجال الاقتصاد، رئيس جمعيه رجال اعمال علي بعيسى، مش عارف ايه. فحتى تفرعنا شويه لحاجات تانية اكتر. اهم حاجه كنا عاوزين ننشئ، انا كان دايما في الفكره لما قسمنا الشركه لشركتين، فكره الاوراق الماليه مبنيه على خدمه، بنقدم خدمه بيع والشراء وبناخد ما يقابل ليها. لكن ديفينتلي الحته التانية اللي هي بتاعت الميديا وكده، كان هدفي دايما المعرفه للناس. عاوز اكسب منها فلوس، واي حد يقول لك انه بيعمل حاجه لله وللوطن، ده احنا لا في برايفت بيزنس، ولو ما فكرناش بطريقه راسماليه مش هنفيد الاخرين كمان. هنقفل. بالظبط. لا مش غريبة ان هنقفل، احنا نفيد الاخرين والمجتمع والناس والناس اللي شغالة معايا تكسب فلوس اكتر ومرتباتها تزيد اكتر. يعني ده صح، الطريقة الصح ده يعني. النمو الطبيعي. لكن في نفس الوقت كان دايما عندي اللي هو العنصر الانساني. الانساني اه بالظبط، المعرفه، ان الناس لازم تبقى عارفه، لازم الناس تشوف مين اللي بيدير. اصل انا ممكن احط فلوس في الشركه والاقي الشخص اللي موجود ما عنديش قبول معاه مثلا. طبعا صح. لقيته مثلا كده، حسيت ان هو مش حلنجي، حسيت ان هو مش عارف ايه. يعني حاجات كده يعني، فاهم ازاي؟ ودي حاجه زي ما بقول لك، مش وليده، مش فكره مصر ولا حاجه، دي موجوده بره طول الوقت. وعلى المحطات الاجنبيه في بلومبرج وسي ام بي سي وكده طول الوقت بيستضيفوا، وحاليا دلوقتي موجوده كده برضو يعني. مش انا عايز اسال سؤال في الحته دي، سؤال وانت بقى بتتفرج دلوقتي على هذا الزخم. الزخم من اه البودكاست والبورصه ومش عارف صح. ما بتعملش كده فلاش باك لورا؟ لا متضايق جدا طبعا، اه متضايق ان انا ما did not capitalize على الموضوع ده، وان احنا ما استثمرناش فيه. عندك اهو اسلام وبس، اسلام يعني يلا يلا نطلع، بس نفكر بقى في مجال تاني بقى. أيوة. مجال نشاط او ناس تاني. بس طبعا متضايق مش متضايق يعني، ما مش بتاع، بس يعني اللي هو يعني كانت ممكن فرصة نستغلها، بس الواحد عمره ما هيفكر بالشكل ده، عمره بقى هيتقدم لقدام ويفكر في حاجة تانية. لازم بيقفل الصفحة ويفكر في فكرة تانية، هي دي اللي ممكن تبقى نبني يعني عليها. اللي ممكن نبني عليها من النهارده. لكن هقعد افكر في، بس مبسوط كمان للناس بقى، مبسوط بقى من الشق الانساني، ان فعلا دلوقتي بقى في ما شاء الله ناس كتيره Contents. ناجحه جدا، زملاء كتير يعني، او ناجحين كتير جدا، وقادرين يوصلوا المعلومه عن طريق صاحب المعلومه نفسه، اللي هو المصدر المعلومه نفسه للناس كلها، to the public in general يعني. بس ايه رأيك في السوق دلوقتي؟ انا عارف ان السوق زمان كان مؤسسات، الافراد كانوا قليلين جدا جدا، يعني يمكن يكون كان في احصائية كانت بتتكلم على ان الاكتيف انفستورز، المستثمرين الفعليين، يعني ما يتعدوش 50,000. دلوقتي الموضوع اختلف تماما، التكنولوجي اتطورت، بقى الناس اسهل كتير ان هم يخشوا. فالداينامكس بتاعت السوق ديت يعني شايفها ازاي دلوقتي؟ بص، هو ديفينتلي السوق الايجابيه اللي حصلت فيه ايجابيه محليه. بخليني اقول لك برضو عشان تبقى تبوت، لان الارقام هي ما بتكذبش. فزي ما انت بتقول، ارقام كبيره جدا دخلت السوق المصري عن طريق الافراد، وبالتالي كل سنه بتاع 200 300 الف حد جديد بيخش السوق وكده. لكن في اخر النهار احنا بقارن بايه؟ بقارن بنفسي ولا بقارن بالاخرين؟ فلو جيت مثلا قارنت السوق المصري حاليا انا مش عاوز اعمل بس جو احباط وحاجه زي كده، لكن بكلمك يعني ان احنا لو جينا مثلا قارنا دلوقتي ب 2008، يعني احنا دلوقتي لايف هاي. يعني ايه لايف هاي؟ يعني السوق مثلا المؤشر بتاعه 52 53 الف نقطه، ده اعلى نقطه في تاريخ السوق المصري. والنهارده السوق المصري 3.7 تريليون، ده راس المال السوقي 3.7 تريليون جنيه، اعلى نقطه برضو. لما تيجي تترجمه لدولار حوالي 77 مليار دولار، 78 مليار دولار. طب اعلى نقطه في السوق المصري ده اعلى نقطه؟ لا، اعلى نقطه في 2008 كان راس مال السوقي 163 مليار دولار.
عشان الدولار عشان الدولار. فانا لو مستثمر اجنبي ببص على السوق المصري في 2008 ولقيته 160 مليار دولار، وجيت بعد 10 سنين ولا 15 سنه ببص عليه لقيته حاجه و70، بالنسبه لي ايه؟ طب انت كده ما احنا نقطع شراييننا بقى. انت فاهم أكلت قصدي؟ الفرحة. أنا فانا كنت مش فرحان بقى انا أوي، يعني لسه قصدي بأكل. قصدي حضر. قصدي احنا مبسوطين طبعا باللي حصل، وان طبعا بقت الافراد كلهم بيخشوا، وان وفي ثقافه استثماريه حاصله كبيره قوي في فتره في سنتين الثلاثه اللي فاتوا نتيجه لضغوط الحياه. ما انا برضو مش عاوز اسيب فلوسي وديها في البنك واقعد جنبيها تتآكل والاقي كل شوية. الدنيا تتآكل وكده. فبالتالي حصل طلوع في الدولار، في الذهب، حصل طلوع في البورصه، حصل زخم كبير جدا على صناديق الاستثمار. صناديق الاستثمار زادت من النهارده بنتكلم على 420 مليار جنيه مصري. كنا قافلين السنه اللي فاتت حوالي 300 مليار، يعني زادت 120 مليار. في اخر 2024 كانت 150 مليار. يعني برضو الارقام برضو اعذروني معلش، لو لا هي لا تمام. يعني عشان الارقام برضو ممكن تكون خادعه شويه. هو ده بسبب ان السوق طلع، ولا ده بسبب ان في فلوس كده ضخت؟ وكده؟ متهيألي بسبب ان في فلوس كتيره طلعت اتحطت في الصناديق. حصل ثقافه، في نشر ثقافه استثماريه، وعي للادخار جامد قوي الفتره اللي فاتت، وبقى الفرد بيدور على مصلحته. ما انا النهارده لو انا عندي مثلا، لو انا تحت ال60 سنه هسيب فلوسي في البنك ليه في ايكو سيستم زي ده في مصر؟ لا يمكن. ابقى حرام عليا وعلى بيتي ان انا اعمل كده. لازم استثمر، لازم اسعى، لازم احط. مش لازم، مش بقول لك انا مش بسعى، انا مش بقول لحط ناس تحط فلوس في البورصه. انا بتكلم ان الناس تتحرك بايجابيه اكتر وما تبقاش سلبيه. فاهم قصدي؟ النهارده، لان النهارده الفلوس في البنك ملهاش معنى لو انت في عمر معين تقدر ان انت تنمي هذا العائد لمصلحتك ومصلحه بيتك في اخر النهار. في جمله شهيره في الافلام المصريه القديمه، يقول لك ايه ده خسر كل فلوسه في البورصه. فاصبحت دي حاجه امبيدد عندنا. يس محدش مثلا جه يتكلم في ولا فيلم يقول لك ايه ده كسب فلوس كتير جدا. يس لا لا لا، يس. هو لازم المشهد ده ان الراجل ده قرر ينتحر عشان هو خسر فلوسه كلها في البورصه. والله بيرسبشن، يعني هو ده البيرسبشن. زي ما في حاجات كتيرة قوي احنا هنا في مصر الثقافة بتاعتنا اكيد في ناس بتخسر وفي ناس بتكسب. يعني النهارده هو اغنى رجل في العالم ايلون ماسك، هو ثروته جايه منين؟ البورصة. من قيمة اسهمه في البورصة، بس مش اكتر من كده. يعني النهارده الناس كلها بتبقى بتعمل الثروات، مش بتبقى غنية. في فرق بين الواحد يبقى غني وفي واحد ان هو يبقى عنده ثروة. ايه الفرق؟ لا، غني ده غني ده يعني شخص مقتدر وقادر ان هو يلبي طلبات، مقتدر زاد عن اللزوم يعني وكده. لكن الثري ده ثري يعني بره. يعني هو، ما انا طبعا يعني بقول لك، يعني حاولها بالانجليزي there's a difference between rich and wealthy. wealthy ده قصة تانية، ان هو wealthy وعادة بيبقى wealthy بالاسهم، ان هو شركاته اللي يمتلكها، حصصه اللي هو موجوده في الشركات، بيحصل طلوع في السهم معين، فهو بالتالي الثروه بتاعته بتزيد. لكن النهارده السي اوز او الاعضاء المنتدبين بتاع الشركات الكبرى في العالم كله، في امريكا مثلا، في بورصه امريكا، بياخدوا سالري معينه او مرتب معين شهريا، لكن هو ثروته بتيجي من البرفورمانس بتاعه، من الايسوب اللي هو من نظام الاثابه، اللي هو النهارده حقق تارجتس معينه والتارجت بتاعه ان هو يعلي قيمه السهم. يعني المساهمين هو عمال يزق بالظبط، مش يزق، لا، بالنتيجه ان هو البرفورمانس بتاع اداء الشركه بيتحسن، فالسهم بيطلع، فالمساهمين بيبقوا مبسوطين، فبيدوا له مكافاه على كده. لكن هل النهارده الثقافه بتاعت المساهمين هنا ان هم لازم يخلوا المدير او العضو المنتدب هو هدفه الاول والاساسي ارتفاع سعر السهم بطريقه سويه، يعني مش بطريقه متلاعبين او حاجه زي كده؟ فهرجع لك بس على البورصه. فاحنا بنقول ان هي كان الراس مال السوقي بتاعها 160 مليار دولار في 2008. النهارده بقى البورصه برضو راس المال السوقي كومبيرد للجي دي بي، ودي حاجه متعارف عليها في العالم كله، حوالي 16-17%. طب الافريج العالمي كام؟ 60-70%. طب احنا في 2008 كنا معدين 100% فوق الدخل القومي بتاعنا كراس مال سوقي. فانا بقول الكلام ده مش عشان حاجه، انا بقول الكلام ده ان لسه في يعني مساحة كبيرة للنمو والازدهار والخير جامد قوي يعني في السوق عشان نوصل لمستويات 2008 كمان. انت عمال تذكر 2008
ودي اكتر سنه مرعبه في البورصه العالميه. ما هي دي كان قبل بقى الاحداث. وانا اقول لك انا بكلمك على كيو 1 2008. انت كنت فين في الاحداث كنت دي؟ موجود، ما انا لا، حضرت قصدي حاجات كتيره حضرتها قوي. ازاي، شفتها ازاي؟ عايز اقول لك حاجه، انا موجود في البورصه، انا اشتغلت 97 فحضرت كمان 98 الاقصر، الحادثه احداث الإيرانية المؤسفه اللي دي. حصلت في الاقصر. حضرت الايجن كرايسيس، اللي هي فاكر الايجن كرايسيس في 2000 2001. احكي لك قصه لذيذه. كنت شغال في شركه وسبتها وبعد كده رحت شركه تانية يعني، وكنت باخد مش فاكر بقبل 5000 جنيه حاجه زي كده متهيألي على ما اتذكر يعني. كان رقم كبير ساعتها. والله كان رقم بيكفيني يعني، ما مش هقول لك مش فاكر اذا كان يبقى السنين بقت طويله قوي. فالمهم رحت شركه تانية بنفس الرقم، وبعد كده حصلت الاحداث وبتاع مش عارف ايه وكده، وطبعا السوق مات خالص. 2008 لا مش 2008، في 2000 2001 2004 2005 انا اسف 2004 2005 حاجه زي كده 2002 قبل ما يحصل تغيير حكومي والحكومه الجديده اللي هي تيجي ويحصل طفره في الاقتصاد يعني. فحصل المال داون اللي حصل في البورصه. الشركه يعني اصحاب الشركه جم واجتمعوا معانا كلنا وقالوا احنا قدامنا حل من اتنين، يا اما نمشي 50% من الموظفين، يا اما يعني نقص 50% من المرتبات. فاحنا بقى كلنا بقى كل الموظفين قلنا لا طبعا، يعني مش هنقطع عيش الناس اللي معانا وبتاع مش عارف ايه، كلنا تكاتفنا مع بعض يعني. فقلنا لا احنا ناخد كلنا ناخد 50% كات. الشهر اللي بعديه مشوا 50% من الموظفين. وده وعلى مدار السنين بقى برضو يعني. طبعا الناس اللي هتسمعنا دلوقتي هتقول لك يعني قرارات ظالمه وبتاع، بس في الاخر الكيان هو اللي بيستمر طبعا. لان في اخر هو الناس بتبقى مصلحتها مصلحه الكيان في الاخر يعني. هو الكيان اللي هو لازم يستمر حتى للاسف لو في يعني بالظبط كده طب يعني. سؤال معلش كمواطن غير متخصص زيي، يعني اتعمل طبعا افلام دراما على 2008، مش عايزين نخش يعني في تفاصيل ايه اللي حصل ساعتها. افلام اجنبيه مظبوط صح. ولكن الناس بتقولك ان في مثلا اسواق في الخليج راحت تماما، ومصر المعروف يعني ان هي ما تاثرتش اصلا بالاحداث اللي حصلت دي. ما هي دي كانت مبنيه على المورجج كرايسيس صح كده. فاحنا ما يعني تاثرنا رجائي صح كده شويه. تاثرنا كتير. مينلي كمان عشان كان في فلوس كتيره بره محطوطه بره، فكان يعني ولا عشان احنا اصلا ما عندناش مورجج؟ والله احنا عندنا مورجج مقنن. يعني لما تيجي شركه استثمار عقاري دلوقتي وتقول لك ادفع 5% ولا 1% و15 20 سنه، فالمورجج عن طريق البنك عن طريق الشركه. بس احنا بنقول ان احنا ما عندناش مورجج. فاحنا دايما عندنا كده بيبان خلفيه كبلد يعني دايما كده. تصحيح المعلومه، هل فعلا احنا لم نتاثر في 2008 يعني زي مثلا الامارات لما تاثرت، زي الدول الكبيره دي لما تاثرت، وهل احنا ما تاثرناش ان احنا اصلا كنا يعني ما عندناش بوزيشن قوي في السوق العالمي، فلما العالم انهار احنا اصلا ما كناش متقدمين قوي فالدنيا عدت معانا؟ احنا كنا عندنا ويت يعني اعلى طبعا في مؤشر عالمي كده اسمه مورجان ستانلي ويت متخصص في الاسواق الناشئه، ومصر جزء من هذا المؤشر. وكان الويت بتاعنا من يعني لما اقول لك 2-3% وقتها يعني ده ويت يعني كويس يعني ما وبس احنا تاثرنا بس يمكن ما تاثرناش جامد لان اساس المشكله مش موجود عندنا في الاقتصاد بتاعنا اللي هو فكره الرهن العقاري عن طريق البنوك وكده يعني. لكن على مدار الشهور اللي بعديها او السنه وكده اتاثرنا، بس ما اتاثرناش زي غيرنا. ده اللي ممكن ده اللي انا بحاول افتكره. يمكن والاستثمار الخارجي برضو قل جامد. يعني كان حصل شويه مش البورصه طبعا انهارت. احنا وصلنا يعني من اقل قيم تداول، اقل من اقل النقط اللي وصلنا لها 2008. كانت سنه يعني صعبه يعني على الناس كتير، قطاعات كتيره. والريكفري حصل ازاي او حصل امتى؟ ما هو الريكفري كان في كان في بوم حاصل في الاقتصاد وقتها. كان في حكومه نظيف واللي هي كانت شغاله في الفتره دي 2005 تقريبا كانت، بس كانت مستمره لغايه 2010. فالريكفري كان وقتها موجود.
وكان المؤشرات الاقتصاديه موجوده كانت ايجابيه جدا، وقدرت يمكن بقى ما مش عاوزين نخش بقى في قصص سياسيه وحاجات زي كده، لكن قصدي التعافى حصل، لكن وحصل احسن شويه متهيألي من الاسواق طب الاخرى يعني. المشهد الدراما بتاعنا واحد فاتح شاشات كتير وفي 2008 وفجأة لقى الدنيا كلها بتنور احمر والاسهم نازله تحت، وفي بعض القصص حتى قالت لك ان بعض الفنادق في بعض الدول قفلت الشبابيك عشان كان في حالات انتحار كتير كانت بتحصل. فهل انا بس فعلا عايز اقول لك على حاجه قبل ما تكمل بس. شركات السمساره بتعمل فلوس من البيع والشراء. فهو فكره في 2008 الشركات السمساره نفسها عمل فلوس كتير جدا لان في ناس كتيره باعت كتير. فدول اللي قاعدين كده زي المنشار طالع واكل نازل واكل. دايما احنا بنقول احنا يعني احنا مش يعني طبعا يهمنا الدايركشن بتاع السوق عشان ننصح عملائنا. صح. خلي بالك انا لما بشتغل في مجال الاوراق الماليه، احنا كسيلز او مبيعات احنا بنبيع فكره. ايه الفكره؟ بنبيع فكره، ان فكره بيع او فكره شراء او فكره احتفاظ، هي في اخر النهار مبنيه على اسس معينه، سواء تحليل مالي، تحليل فني، معايير معينه بتحصل، حاجات حاصله بره، كوموديتي نازل، مش عارف ايه. بس انا في اخر ببيع لك الفكره دي، وانت ليك الحق ان انت تتقبلها او لا. فهي يا اما فكره بيع، يا اما فكره شراء، يا اما فكره احتفاظ. ففي الاوقات دي خلي بالك برضو الليكويديتي والدبث ليكويديتي في الاسواق العالم اللي بره مختلفه تماما عن هنا. يعني احنا هنا دلوقتي مزقططين، احنا بنعمل 10 مليار و11 مليار في التداول يومي يعني، which is 200 مليون دولار، وده رقم حلو جدا على فكره كومبيرد للفتره اللي فاتت يعني. لكن هناك الدنيا هناك الكريدت والمارجن مرعب. يعني احنا النهارده بنتكلم ان حجم راس مال السوقي 3.7 تريليون، المارجن في مصر كلها في السوق المصري حوالي 15 مليار. ده يعني هو كريدت، خلينا نقول المارجن ده اللي هو ناس مستلفه فلوس عشان تشتري اسهم. فطبعا بسيط جدا للسوق ككل يعني. لكن هناك انت بالبنك الفيدرالي لو حطيت دولار بيديك دولار، انت فاهم قصدي؟ فيعني الدنيا مختلفة تماما يعني. الكريدت سيستم هناك مختلف تماما. بس هل انت مع فكرة ان احنا نفتح موضوع المارجن على طول ويبقى سهلة لكل الناس؟ بص صعب تفتحه دلوقتي وانت عندك سهمين يمتلكوا 17-18% من ماركت كاب السوق. عندك CIB وطلعت مصطفى عندهم بتاع 16% من رأس المال السوقي. انت محتاج ماركت اكبر من كده بكتير عشان يبقى يعني فاهم قصدي، يبقى التوزيع يعني across the board يعني. لكن انا رأيي يعني النهارده زي ما بقولك الارقام دي ارقام حقيقية. النهارده لو عندك 15 مليار على 3.7 طبعا هتشيل بقى من رأس مال السوقي اللي لازم او تحسبها اكشلي سوري، يمكن انا حسبتي غلط، لازم تحسبها على الفري فلوت يعني فاهم. بس برضه هتبقى رقم برضه مش هتبقى تريليون مثلا، الفري فلوت تريليون من 3.7، فهتبقى برضه النسبة ضئيلة قوي كومبيرد ان انت ممكن تكبر السوق وتكبر الليكويديتي بتاعته، ان انت تفتح الموضوع ده اكتر بكتير. انا كنت فاكر ان كان في محاولات من هيئة الرقابة المالية ان هم يدخلوا شركات الفاكتورينج، شركات التقسيم، ان هم يسلفوا. هل الموضوع بص هو الموضوع ده اتسمح بيه، لكن على ارض الواقع ما اعرفش حد اشتغل بيه ولا لا يعني. ما عشان باين معاك، انت عارف ساعات بتبقى في قوانين وريجوليشنز بتطلع فعلا ان هي بتبقى حسن النية ان هي تعمل حاجة وبتاع، لكن لما تيجي تطبق ما تلاقي لهاش يعني منطقية. يعني انا ما اعرفش والله، ممكن تكون فعلا شغاله اللي هي الشركات دي فعلا مع بعض الشركات، بس انا مش حاسس ان هي منتشره قوي مع شركات الاوراق الماليه اللي ممكن بتكون بتسعى دايما ان هي عاوزه مارجن، عاوزه تكبر دايما المحافظ المارجن بتاعتها عشان تقدر تلبي طلبات العملاء يعني. اوكي. ليه انا حاسس ان في الفتره الاخيره دي كم الاخبار اللي بتطلع من هيئه الرقابه الماليه، مش عارف مين اخد رخصه ايه، مين دخل فين، يعني حاسس ان في حاله زخم كتير. وبحس ان يعني ان المواطن العادي هو لسه بعيد عن فكره ان انا زي ما انت بتقول لو في فلوس يروح يحطها في البنك كده يبقى حرام عليه. هو حاله الوعي دي لسه ما وصلتش للمواطن العادي اللي هو يروح يحط فلوسه ويستثمرها في البورصه او كده. مع ذلك في
كم تراخيص عماله تطلع، وكم يعني خدمات عماله تضاف بدون ما الناس تبقى فاهمه، اللي هو بكلمك بقى على الماجوريتي، يعني هو فاهمين اصلا ايه السكوب بتاع الشركات اللي عماله تطلع دي وايه اللي بيحصل ده. حاسس في فرق سرعات. في فرق، بس حتى عاوز اقول لك يعني انا شايف ان هيئه الرقابه الماليه والبورصه بصراحه اخر سنتين ثلاثه عملوا طفره كبيره جدا كانت البلد محتاجاها. الطفره التكنولوجيه اللي حصلت والريجوليشنز اللي اتحصلت وكده، مش عارفين البلد كانت محتاجاها بشكل جامد يعني، لان كنا هنبقى يعني بعاد قوي عن ناس كتيره جدا يعني. وحتى لغايه دلوقتي برضو يعني زي ما بنقول على الارقام بتاع البورصه، I think ان احنا there is still more room to grow من الحته دي كمان يعني. لكن عاوز اقول لك يعني مش همسك لك في هيئه الرقابه، بس هقول لك مثلا وزاره الماليه جت عملت مثلا سند المواطن اللي هو كان عن طريق البريد، او اي حد بقى من الناس اللي ما عندهاش ثقافه ماليه معينه عنده في دفتر توفير وكده، وعمل نجاح منقطع النظير. ان هي برضو وعت الناس وقالت لهم يا جماعه استثمروا وسلفوني انا كحكومه عن طريق سند المواطن، ومتالي لموا 5-7 مليار، برضو الارقام لو خانتني معلش. وقدر الناس اللي هو شخص موجود في الاقاليم او موجود في البلد او بتاع مكتب بريد اخر بالظبط ويخش فانا عجبني خزانه يعني. كانه لا هو سند كان 18 شهر وبيدي ريت معين، وانت بتخش تشتريه من مكتب البريد بتاعك يعني. فعجباني اللي هي التنوع في ادوات الادخار للناس، ويبقى عنده ثقافه وده هنا وكده، ونوصل حتى للناس اللي هم مش قادرين يوصلوا للحته اللي حضرتك بتقول عليها، اللي هي مثلا التكنولوجيا والكلام ده كله. فدي كانت حاجه ايجابيه الفتره اللي فاتت يعني. ايه رايك في سبيس اكس؟ انا سامع ان هو هينزل اي بي او، وهو يعتبر يعني اكبر اي بي او في تاريخ العالم كله. والله انا فكره الطروحات دي قلقاني انا مش عاوز اقول طبعا رايي اراء الماركت نازل والماركت طالع وكده، رايي شخصي ممكن ابقى ديفينتلي غلطان فيه، عشان بس دايما الناس بتبقى بس انا فكره الطروحات في ليفلز عاليه قوي بتبقى دايما قلقاني. بتبقى ليه؟ بتبقى الناس بتستغل الليفلز اللي السوق فيها ان هو فالويشن عالي قوي، فهم عاوزين يخرجوا، عاوزين يعملوا اكزيت يعني. فاهم قصدي؟ مش بتكلم على سبيس اكس، بتكلم ان جنرال يعني. سبيس اكس دي بقى قيمتها مقيمينها ب1.7 تريليون دولار، وعاملين الطرح بطرحين 4% منها ب75 مليار دولار. اكبر طرح في بورصات العالم كلها. ده اعلى من ارامكو بكتير. ارامكو كان 25 مليار. فهي 3 تايمز ارامكو يعني. ارامكو وبعد كده بعديها كان علي بابا وسوفت بانك، ودلوقتي اول واحده بقت يعني كانت ارامكو، بعد كده علي بابا وسوفت بانك، وبعد كده دلوقتي جت سبيس اكس نازله عم طرح 4% بس من شركتها ب75، وده اكبر طرح في تاريخ البورصات العالميه كلها. بس انت لما تيجي تقول ارامكو بترول، علي بابا معروف، انما واحد بيطلع صواريخ ويرجعها زي ما هي. الشركه دي خسرانه 4.6 الشركه دي خسرانه 4.6 بليون دولار السنه اللي فاتت، اللي هي نازله الناس متحمسه ان هي ما اعرفش الناس متحمسه ولا لا، بس اللي هي نازله ب 1.7 تريليون فاليوشن. لو نزلت يعني هو المفروض 12 يونيو الاكتتاب يعني. لو نزلوا كده هيبقى إيلون ماسك اول تريليونير في الكوكب في العالم بالظبط كده. مش عاوزين ننق عليه يعني كده. لا يا عم ننق عليه يعني. هقول لك رايي انا، الارقام يعني مرعبه جدا يعني. بيقول لك شركه خسرانه 4.6 بليون السنه اللي فاتت ونازله بالفاليويشن. سؤال لو انا النهارده قاعد اهو مواطن هنا على الكنبه اللطيفه دي هنا في مصر، وسمعت عن ان سبيس اكس اللي انا الحقيقه مش فاهم قوي هي بتعمل ايه وبالارقام اللي انت بتقولها دي، وعايز اروح اشتري اسهم هناك وانا جوه هنا، هل ده مسموح؟ هل في ريجوليشنز بتسمح بحاجه زي كده؟ متهيألي في بعض الشركات المحليه متهيألي يعني مرخصه من هيئه الرقابه الماليه ممكن تعمل القصه دي، او حضرتك بتفتح مع سمسار دولي شركه اونلاين. لكن المشكله في الاكتتابات بالذات يعني، انا ممكن اقول لك الموضوع ده شغال اكتر لما تيجي تتداول في السوق الثانوي، لكن في الاكتتاب نفسه لازم تروح انت فاهم قصدي رجائي، لازم تروح لشركه من اللي هم الشركات اللي هم الانفستمنت بانكرز اللي ماسكين الطرح، وبالتالي بيبقى عندهم يعني
جزء معين لعملاء معينه وكده. فيمكن في الاي بي او ما ينفعش الفرد العادي او في الطرح العام ما ينفعش فرد عادي يخش فيه، لكن وانس ان هي نزلت البورصه طبعا ناس كتيره. وانا عاوز اقول لك ان الشباب الصغير دلوقتي كله شغال اونلاين جامد قوي يعني. مش كريبتو. كريبتو بقى مش كريبتو، وكريبتو مش مصرح بيه التداول هنا في مصر يعني، لكن وشغال برضو اونلاين مع الاسهم والاي تي افس والحاجات دي، والمنتجات كتيره قوي موجوده عالميا بس مش متداوله هنا في مصر. والبورصه الفتره اللي فاتت ابتدت تحط حاجات زي الفيوتشر، زي الديريفاتيفز اللي هي اول حاجه منها مشتقات. الفيوتشرز، المشتقات ودي هتبتدي تتداول قريب في البورصه. ومتهيألي برضو يعني احنا اهو يعني ماشيين بنحاول خطوة نمشي خطوة. خطوه خطوه ان احنا نخلق يعني وسائل للتداول مختلفه زي ما هي موجوده بره يعني. طب يعني على برضو كلمة ان سبيس اكس خسرانة ونازلة اي بي او، ليه في تعنت كده او في تنشيف دماغ شوية ان ما ينفعش شركة خسرانة تنزل اي بي او في البورصة المصرية، مع ان ده هيفتح مجال كبير جدا للستارت ابس اللي ناجحة، اللي يعني يا دوبك لسه ابتدت تعمل ارباح السنة دي مثلا او حاجة، وفي عندها بوتنشال انها تكبر زي ما سويفل مثلا طلعت امريكا. هل في فرصة ان احنا نشوف ستارت ابس تنزل في البورصة المصرية؟ والله انا اتمنى هذا يعني. انا شايف ان ال يعني الكالتشر بتاع الستارت اب سين في مصر مرعب يعني. بشوف الارقام بتاعته برضو، احصائيات الاف دي اي اللي بتخش فيه كاستثمار اجنبي، يمكن ما بتخشش بقى هنا، بتخش في الاوف شور كومبانيز، بس بعد كده في الاخر الاوف شور كومبانيز بتحول الفلوس من جوه مصر يعني. صح. فالفلترز داون جوه مصر يعني. بس شايف ان الصين كويس جدا، والصين كويس قوي كاستثمار وكعماله وكموظفين، وفعلا بيسد فجوات خدميه البلد محتاجاها. وبعد كده بتكبر، ان انت شركه بتكبر وتروح بعد كده ريجنال وفي مجالات تانية كتير يعني. هو حقق قصة نجاح جوه مصر وبعد كده ابتدى يتوسع ريجنالي. فانت عاوز اكتر من كده، ان شركات صح. مصرية يعني طلع من البلد بقت شركات يعني ريجنال او عالمية او حاجة زي كده يعني. اتمنى هذا، نفسي الموضوع ده يحصل. انا عارف ان كان اخر علمي بالقواعد القيد وكده ان لازم تبقى شركة عدى عليها سنتين مكسب. كسبانة. بالظبط. معرفش اذا كان الموضوع ده اختلف ولا لا. لا لسه زي ما هو انا لسه. عارف ان الحاجه الوحيده اللي عملوا لها ريجوليشنز مختلفه هي السباك، وفي شركه اوريدي نزلت في البورصه سباك يعني وكده. لكن فكره فعلا احتضان الشركات الناشئه، عارف زي ما السيليكون فالي مثلا في كاليفورنيا، هو ده الهب بتاع الستارت اب سين وبتاع، والشركات تكبر وبتاع مش عارف ايه وكده. بس للاسف ساعات كتيره قوي بتبقى القوانين واللوائح هنا طارده للقصص هو بيكون الناجحه. اعتقد بيكون في ارث من قديم الازل، وعشان تغيره بتقعد وقت كتير جدا. طبعا عشان كده اعتقد يعني الحاجات اللي هي الام بي اف ايز بشكل عام قدرت ان هي تسبق شويه، لان هي اصلا هي حاجه جديده مش مقيده بحاجات قديمه، فعرفت ان هي تقدر انها تنطلق من ناحيه الاحتضان بقى تكنولوجيز جديده وطرح حتى منتجات تمويليه مختلفه. اعتقد السابقه دي كانت يعني عشان ده بادي على فاهم، ما عندوش حاجه شدال تحت، والحاجات التانية عندهم قوانين من قديم الازل مش عارفين ان هم ينطلقوا. هو برضو الرقيب هنا في مصر بيعمل دور برضو اللي هو زي ما تقول كده دور الاب الروحي، وده مطلوب على فكرة. هو خايف على الناس فعلا، فعاوز يضمن فعلا ان في اخر النهار ان الشركة دي تبقى شركة فعلا ملبية البيسكس بتاعتها، عشان بعد كده المستثمر اللي فيه ما يحصلوش مثلا مشكلة فيت يعني يعني يتأذي. طبعا بتحصل خسارة ومكسب، وشركات ساعات ما بتحققش عوائد او نجاحات وكده، لكن نتيجة لمعايير سواء سوء إدارة او دايناميك سوء يعني. بس هو في الاول خالص بيلبي اضعف الايمان زي ما بيقولوا كده، عشان بس يحمي المستثمرين. بس فكرة ان احنا نحتضن الشركات اصل تخيل انت مثلا شركة انت بتستخدمها مثلا على الاب كل يوم ديليفري مش عارف ايه ومره واحده تلاقيها مدرجه في البورصه،
فانت عارف يعني it adds to طبعا the to the to attach the ليها. branding of هتشتريها the على بالظبط، طول. تشتريها على طول. زي ما الناس كلها بتطالب مثلا ان الانديه الجماهيريه تبقى ليستد، انت بتاع اسماعيلي والزمالك وانا اهلاوي كده من باب وهكذا. الانتماء حتى بالظبط، هتروح. بعد ديفولت هتشتري الاسهم بتاعتها يعني. لا وكمان في كده حاجات مصر مميزه فيها، زي مثلا حته الدليفري دي، لو اه ناخد اه المثال ده. كونسبت الدليفري في العالم مش متطور زي في مصر. يعني ايوه محدش قادر يفهم. يعني انت قاعد، انا عندي واحد صاحبي اجنبي يعني بيقول لي يا طلبه، انت لو قعدت جوه البيت لمده اسبوع ممكن ما تخرجش. انت صح عندك صح. الصيدليه، الدراي كلين، السوبر ماركت، بقى حتى في بعض البنوك بتعمل سيرفيس ان انت يعني ياخد منك امضاء او حاجه صح للعملاء، صح صح. العملاء الكبار يعني. فانت فكونسبت زي ده اصلا هو جوه مصر وهيفضل في مصر، مش موجود بره، يعني مش مفهوم ده بالمعنى في بتاع بعض بره. الفاست فود الورلد وايد فاست فود تشينز ما عندهاش دليفري غير في مصر. ايوه يعني مفيش اي بلد يعني هي مثلا فيها في 70 80 بلد، بس البلد الوحيده مصر. بس عشان ارجع لنقطه رجائي مثلا على موضوع الشركات يعني شركه زي طلبات، شركه زي طلبات لما نزلت في السوق الاماراتي نزلت بتقييم اعلى من الشركه الام اللي تمتلكها، شركه اسمها ايرو في المانيا. فهي نزلت عشان هي اوريدي معروفة والناس معروفه بتستخدمها والناس كلها في الامارات بتستخدمها صح. وبتاع. فلما نزل بتقييم اعلى من الشركه المالكه بتاعتها. فانت لازم تستغل الهايب دي. بالظبط الهايب دي للمصلحه على فكره، وهي مصلحه البورصه كمان يبقى في تنويع برضو فيها. يعني يبقى في تك كومبانيز موجوده ليستد في البورصه، دي هتشد عينين مستثمرين كتير اجانب يحطوا فلوس ومحليين وكده، زي ما دايما بيفكروا دلوقتي يحطوا قطاعات اخرى مش ممثله التمثيل الاساسي في البورصه يعني. طب كوردي، انا لو معايا فلوس دلوقتي وعايز استثمر، تنصحني بورصة، ذهب، عقار، هو او حاجه رابعه؟ او يعني احط فلوس في البنك؟ ما مش قادر يعني ممكن اقول لك ان انت جاي في حته برضو انت عارف احنا طبعا في 2026 شافت طفره كبيره قوي في كل الاسيت كلاسز او كل فئات الاصول. حصل طبعا في الفتره اللي فاتت اللي هو الشهرين اللي فاتوا نزول عنيف جدا في فئات الاصول المختلفه. لكن طبعا لسه من اول السنه احنا طالعين. يعني الذهب كان وصل بتكلم الذهب العالمي كان وصل 500 500 النهارده ب 4300 على ما اظن. الكريبتو الكوموديتيز كلها برضو اتأثرت سلبيا الفترة اللي فاتت. لكن اوفرول طبعا حصل طفرة كبيرة قوي في كافة فئات الأصول في الفترة اللي فاتت. وبرضو البورصات العالمية والمحلية. اللي أنا عاوز أقوله إن أنت ممكن تنتظر فرص، يعني مش لازم تبقى مستثمر طول الوقت. استثمارك في صبرك للفرصة تظهر، ده استثمار. النهارده انا قاعد على كاش ومنتظر فرصة تظهر، ده استثمار. ان انت استثمرت صبرك، استثمرت فكرة معينة ومنتظر الفرصة تظهر وبعد كده تاخد الاكشن عليها. ان انا اشتري شركه بتخسر؟ لا لا، او تنتظر فرصة. اصل انت عارف دايما الفرص بتظهر في الاوقات الكرايسيس بالظبط كده. زي النهارده لما حصل فكرة يعني انا يعني بالصدفة جيت في اخر 25 نصحت الناس يا جماعة نشتري بترول. ما تقدرش تشتري بترول جوه مصر، لكن عندي بعض الاصدقاء وكده عندهم عندهم اكسس ان هم يشتروا. قلت لهم يا جماعه متهيألي الاسواق مش عارف ايه، والبترول بقى له فتره طويله قوي ما اتحركش. متهيألي ممكن تتحركوا، كان وقتها حاجه 50 60 وكده. بالصدفه بحته، مش ولا اعرف ان اسرائيل وامريكا هتحارب ايران ولا الكلام ده كله. حصل في 26 القصه دي. طبعا البترول طار. فهي بتبقى فكرة ان انت بتشوف حاجة ما اتحركتش ويبقى عندك فيجن عليها. ان انت ما هو لازم تعمل شوية مجهود برضو، قراية وشوية نوليدج والكلام ده كله معرفة، لكن مش شرط تبقى دايما مستثمر طول الوقت. يعني اكتر ناس بتخسر هي الناس دايما اللي موجودة في البورصة. لا، انت النهاردة لو انا النهاردة دخلت البورصة مثلا وكسبت 5% في الشهر، يعني انا عملت مثلا تريداية في البورصة، تريداية او عملت يعني حركة وكسبت 5% في التريداية دي، حامل 60% على فلوسي في السنة. صح. مش لازم بقى طول الوقت موجود في البورصة. انا كسبت مرة 5 يبقى كل مرة هكسب 5، لا طبعا. يعني هي مش مقياس. فهو الفكرة فيها ان دايما يبقى الواحد بس واعي للي بيحصل حواليه،
مركز في منع خسارته اكتر ما مركز في المكسب. يعني دايما تركز تقلل خسائرك ازاي اكتر ما تركز انها اشتريت حاجه بجنيه وتطلع تبقى ب10. لا، انا اشتريت حاجه بجنيه، لو نزلت 90 لازم اكون مقلل خسارتي فيها. استثمار عقاري انا مش يعني انا هنا انت عارف طبعا ان في مصر الثقافه دايما استثمار عقاري وكده، بس حاسس ان يعني في اوفر يعني لود جامد قوي في الاستثمار العقاري، سواء من ال يعني من الافراد او من الحكومه او حاجات زي كده. يعني حاسس ان المفروض كبلد نفكر في استثمار في قطاعات اخرى ممكن تدينا عائد احسن كاقتصاد بلد. مش ما بتكلمش دلوقتي على الفرد قد ما بتكلم على ميزه للبلد ككل يعني. طب احنا خليني ارجعك في حقبة الخمسينات والستينات، تحديدا في الستينات. احنا اتعلمنا وتربينا، مش احنا يعني الاجيال السابقة، ازاي يكون موظف شاطر، وازاي يجتهد جدا عشان يبقى جزء من ترس كبير في منظومة معينة. يعني اغلب الثقافات وحتى الاهالي والاجيال اللي طالعه زمان يعني كان بيقول لك ايه، ان فتك الميري يتمرمخ في ترابه، خليك مش عارف جاب واسطه عشان يبقى جزء من موظف في كيان ما. ولكن عمر ما حد جه زق او شجع على الاستثمار. انا متفق معاك في حته الاستثمار العقاري، يعني الحياه مش بتبقاش ورديه قوي. الناس بتقول لك اشتري دلوقتي وبيع قدام، انت بتشتري وما بتعرفش تبيع قدام، فبتلاقي نفسك انت غرست غرزه كده يعني. بس اكيد في خيارات تانية للاستثمار، ولكن مفيش ثقافة الاستثمار. يعني حتى ثقافة البورصة بدأ تتحرك شوية، وبقى فيه وعي، وبقى فيه الناس داخله في حتة. بس اكيد في قطاعات تانية للاستثمار، اعمل مصنع، اخد ارض ازرعها، افتح محل حتى صغير. مفيش الثقافة دي. ازاي نبدأ حتى مع ولادنا؟ يعني خلاص احنا قعدنا نشرب كل شويه خليك موظف مش عارف ايه. طب انا بقى عايز اصلح الغلطه دي. على الاقل يبقى في بالانس ما بين ان انت تبقى مستثمر، تبقى مستثمر، او ان انت تبقى موظف. ما تبقاش كلها بتميل الى الاستقرار والوظيفه وكده يعني. فايه اللي ممكن نعمله؟ يعني هل مثلا نسوق لفكرة التحويش، فكرة ان انت النهاردة يبقى عندك كيان صغير؟ يعني برضو اغلب القصص اللي بتتقال كيانات مليارية ومش عارف حاجات كبيرة، فانت كمواطن قاعد، ما انا عمري ما هبقى كيانات مليارية، مش هعرف. ايه اللي ممكن نعمله؟ يعني ايه كمان سبل الاستثمار؟ هل هو محصور على حاجات ضخمة جدا مليارات، ولا ممكن يكون كشك او محل صغير او بيزنس حتى خاص في البيت يعني؟ انا معاك 100%. لازم الناس في السن اللي هو لغايه لما يكبروا، يعني دايما او وهم صغيرين، يعني لازم يفكروا خارج الصندوق. يعني احنا طبعا كان اهالينا بيعمل، فاكر دفتر التوفير بتاع ايوه. البريد ومش عارف ايه والكلام ده كله. انا كان عندي دفتر توفير، وطلعت قلت طب خلاص ماشي، طب انا عندي احنا من البلد، فطب ما اجيب خروف او خروفين واقعد يعني بديك على حاجات بسيطة أنا عملتها، لكن ممكن أي حد تاني يطبقها في حاجات تانية كتير. فرحت جبت خروفين، ورحت اللي هو إيه زغطتهم وبتاع مش عارف إيه قصة وكده. حقيقية ولا؟ قصة حقيقية بس يعني بسكيل أعلى شوية يعني علشان أبيعهم على العيد الجاي، فبالتالي أكسب كان عندك منهم. قد ايه؟ ما 18 19 حاجه زي كده يعني. يا بس كردي كان عندي الحاجات دي. مكان. طب انت من بدري يا كردي. ايوه، طب لا كان عندي مكان موجود وكان فيه موجود، واروح ابص عليهم مثلا مره في الشهر بتاع مش عارف ايه وكده. بس انا قصدي الافكار لا تنتهي، بس لازم الواحد يبقى مش باسيف، مش سلبي. صح. فاهم قصدي كده يعني؟ لان هو كمان ضغوط الحياه دلوقتي وضغوط الاعباء الماليه بقت اكبر بكتير قوي. يعني احنا مش منتظر بقى انا والدي او جدي يجي يحكي لي هو كان بيدفع الجنيه احنا حضرنا القصه دي. ايوه. يعني احنا كجيل صح. شفنا الحاجه كانت بكام وبقت بكام دلوقتي وكده بسرعة. بسرعه، وكأن يعني ما في 10 سنين الدنيا الآية اختلفت تماما، والارقام بقت. والناس دلوقتي ما بقتش كمان عارفه النهارده لما تيجي ست البيت لما تيجي تنزل تشتري خضار، ما هي النهارده بسعر، بكره بسعر تاني خالص، صح. مختلف تماما. والثقافه دي ابتدت
تكبر شويه. وبرضو الشركات الناشئه اللي احنا قلنا عليها، يعني بقى في ثقافه الاستثمار العقاري عن طريق الاسهم، ان هو لازم لو انت ما تمتلكش مبلغ كبير من اللي هو المال، كو شيرنج كو شيرنج اكزاكتلي بالظبط كده، كو اونر شيب، فتشتري بمبلغ ضئيل فبتاخد الاكسبوجر بتاع المنطقه. ان هو انت خلاص ما انت برضو لازم تدور طب ايه المنطقه اللي لسه برضو ما طلعتش جامد قوي وكده. لكن انا شايف ان فكره الديجيتال وورلد دلوقتي خلت الاستثمار مور اكسسبل. يعني زمان زي ما بقول لك كنا بفكر في الخرفان وفي البلد وبربيها وكده، دلوقتي ممكن اشتري عن طريق التطبيق حاجات عالميه يعني مش موجوده في مصر، ويبقى عندي الطفره اللي حصلت في البابل الاخير بتاع الاي اي ستوكس طبعا. يعني. دي كلها خلت اللي هو الايه اتقلبت في اغنياء العالم كله، والثروات اتعملت وكده، وناس اللي استثمرت في الحته دي زي زمان في الانترنت بابل برضو وعملوا فلوس كتيره قوي يعني. رحت انا كنت في ايطاليا، كنت في زياره يعني، ورحت صقليه سيسيليا. فانا ماشي هناك، طبعا سيسيليا مش زي روما يعني، هي تحسها كده لوكال قوي يعني، روما سياحيه شويه. فماشي هناك كنت في زياره يعني، لقيت الشارع كله اكشاك صغيره ترزيه. امم فانت بتخش عند الترزي ده، انت بتسحب حته القماش دي وبتتعمل لك البدله اللي انت عايزها دي، وانت بتطلع رغم ان انا عارف ان انا كنت في حاره في زقاق، في صقليه مش في روما حتى، بس هي ميدن ايطالي. فالناس هناك عندها الثقافه بتاعت ان هو انا مش لازم اعمل محل ضخم وجوتشي وزارا وبتاع، كشاك 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 كشاك. خش هناك تطلع ايه يعني، تخش بوصه تطلع عروسه، مفيش اي حاجه. وبدله ميدن ايطالي. حد بقى هناك لما اجي هنا يفهم بقى ان انا كنت عاملها في مش هيعرف. في بعض مدن في انجلترا، في انت عارف البيزنس اللي هو بيعمل كيك. انا ايوه هعمل كيك يا جماعه، انا ببيع زبده حتت كده صغيره، ولكن بتمثل جزء كبير جدا من الاقتصاد. صح. الحاجات اللي هي يعني اغلب برضو الناس اللي بتطلع في البودكاست او بتحكي قصص، يعني مش عارف اشبك معاكم يا جماعه، انا ممكن اسمعها بالمنام، بس انا هعمل انا ايه في القصه دي؟ لما تيجي تقول له انت ترزي يعني، قماشه اهو، دخلت كده طلعت ببدله، دخلت كده طلعت ببنطلون، وشارع بحاله يعني، شارع كله هو انت هتروح هناك عشان انت هتعمل فستان، هتعمل بدل وكده يعني. رغم ان في مبادرات كتيرة جدا في مصر لدعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء حكومية او غير حكومية، مفيش اكسس للمعلومة اصلا. يعني نادرا لما تعرف البرنامج اللي معمول، سواء بقى في مسمدة او غير مسمدة او الحاجات التانية، ما حدش عنده الاكسس ده. وما حدش عنده كمان يعني اغلب بيفتح بيزنس خاص ده فيه السنس اوف برايد، انا عايز ابقى جزء من حاجه كبيره قوي. وانا رايي مش شرط يا عم انت. انا معاك في قصه ان الشركات الصغيره والمتوسطه، وانا ساعات بعاني جدا على في القصه دي، يعني مهدره شويه في حقوقها، خصوصا لما تيجي تتعامل مع بنوك. يعني البنوك ما مش مش تقعد معاهم اصلا. مش برايورتي، انت مش برايورتي بالنسبه لهم. دلوقتي بيعملوا مارجنز اكتر بكتير قوي من الريتيل، وبيخدموا على الكوربريت بيج كوربريت اكاونتس، وبعد كده هم بالنسبه لهم اكبر عميل عندهم هم الحكومه، عن طريق ان هم تسليف الحكومه وبتاع مش عارف ايه وكده، واذون خزانه والكلام ده كله يعني. لكن جوينج باك للنقطه اللي حضرتك بتقول عليها، النهارده بقى في سوشيال ميديا اكاونتس كتيره جدا بتبيع حاجات. صح. فتلاقي ستات بيوت كتيره جدا هي مثلا في البيت طبخها حلو، فتبتدي بقى تبيع اللي هو الكيترينج بس on an individual basis يعني. وناس بتبيع منتجات ملابس، وناس مش عارف ايه. فبرضه فكره الديجيتال وورلد دي خلقت نوع من سهلت نوع التواصل اولا، وتدفع عن طريق كله بقى ديجيتال بقى بيمنتس وبتاع جيت ويز وكده كتيره قوي. فالموضوع بقى اسهل شويه يعني. بس طبعا لازم تيجي الثقافه، تربيه اللي هو السيفنج، وتربيه السيفنج مش موجود، الاستثمار صح. موجود، بس اللي انا اقول لك عليه، الناس بتستثمر دلوقتي علشان عارفه ان هي محتاجه فلوس عشان توصل لاهداف معينه. بس فكره السيفنج في الجيل الصغير ما بقاش موجود بالشكل اللي احنا اتربينا عليه. صح. فاهم قصدي؟ بنشوفها مع اولادنا. زيرو سيفنجز زيرو سيفنجز.
طب يعني برضو عايز اتكلم على موضوع، انت كنت موظف وبعد كده بقيت صاحب شركة، فيمكن يكون طلبة ذكرها كده، وكنا بنتكلم برضو قبل الحلقة ان احنا عايزين نعمل حلقة فكرة ان انا ابقى موظف مثالي، لان انا ممكن اعمل فلوس كتير جدا جدا وانا هو موظف شاطر. يعني اذكر 2010 مثلا في حد في احد الشركات يعني كنت بشتغل فيها كانت بتقبض آه يعني قرب ال1,000,000 جنيه في الشهر، فاهم؟ تاخد ايه فلوس ده؟ كتير جدا. ف وموظف. وموظف. اه ف ازاي ابقى موظف مثالي من وجهة نظرك كموظف ومن وجهة نظرك كصاحب شركة؟ والنقله برضو عندي يعني اضافه لكلام رجائي، قعدت قد ايه ندمان ان انت فتحت شركه؟ كتير. كتير متأكد. كتير، لان انا ما كنتش يعني ايه حصل اللي انا طفره. عملته في نفسي ده؟ هو مش عارف. حصلت طفره كبيره قوي في المرتبات في المجال بتاعنا بالذات يعني. فبالتالي العائد المادي لو انا كنت فضلت موظف في البوزيشن السينيور بي، كنت عملت فلوس اكتر بكتير قوي من ان انا مساهم او صح او صاحب لان انا كام؟ مساهم في شركتي، انا اه. مش صاحب الشركه 100%، انا مساهم مفهوم. في شركتي اكبر مساهم، لكن في اخر النهار مساهم. فحتى يعني النهارده انت بشركتك بتعمل 100,000 وانت مساهم ب50%، فمكسبك 50، فممكن لو انت بتعمل 10,000 جنيه في الشهر، فكنت ممكن تعمل 120 في السنة ايوه. بدل 50 في السنة. هي دي الايكويشن يعني. اه. فقعدت فترة كبيرة جدا، بس في اخر النهار انت برضو بتعظم الاسset نفسه، اه. عكس الموظف بياخد الفلوس وده عائد مادي بيجيله في الشهر، وممكن بقى يعمل سيفنجز، ممكن يصرف منها وكده. لكن في اخر النهار الاسيت او الاصل هو اللي عمال قيمته بتعلى مع صح. مرور الوقت. انا هقول لك الرجاء، هي علاقه مزدوجه ما بين يعني إدارة الشركة والموظف. انت عارف احنا عندنا للأسف الشديد خصوصا في الشركات الخدمية فكرة يعني الموظفين او الناس الناجحة التملك دي مش اه. موجودة، دي ثقافة مش موجودة في مصر. يعني دايما الثقافة دي موجودة خارج مصر، موجودة برضو موجودة هنا في مصر في المكاتب المحاماة. اه. فتلاقي محامي شاطر، فمرة واحدة تلاقي المكتب المحاماة اسمه اتغير بقى كردي وطلبة، وشركاء. كردي وطلبة ورجائي، فاهم ازاي كده؟ ايوه مع انه صح. ابتدى كردي وطلبة، اه. فاهم؟ اه. فدي موجودة، ودي موجودة عالميا كمان يعني. مم. دايما الاسامي اللي هو كده. في مظبوط. الخدمات المالية برضو المفروض الحاجات اللي مبنية على الخدمات، ما هو الخدمات بتبقى مبنية يا إما على موارد بشرية يا إما على تكنولوجي، يعني أنت مظبوط صح. بتقدم خدمة. فلازم فكرة إن النهاردة لما أنت تنجح وتعمل وتطلع فكرة كويسة ويبقى ضميرك فعلا في الشغل، تتكافئ ازاي بقى؟ اه. مكافآت بقى تبقى كتيرة بارتنر. بقى مساهم صغير، اديك اسهم اخليك انت مالك معايا، فامسكك حتى انا اه. مصلحتي ان انت تفضل معايا. صح. فاهم قصدي زي كده؟ الشركات الاوديتنج. بالظبط، حاجات اه. زي كده، فاهم قصدي؟ في اخر محاولاتي وانا أبقى موظف قبل ما افتح مايند جابس، كنت شغال في مكان ما ومستقر وبقبض كويس والدنيا جميله ومش عارف ايه. الفاوندر او صاحب الشركه يعني دخل علينا دخله، غلط غلطه. كانت الساعه 5:30 باين 6، وانا كنت قاعد عشان بعمل حاجه يعني، بس ما كنتش شايف ان دي حاجه يعني ان انا سوبرمان يعني. فهو كان فرحان جدا ان هو لقاني ولقى ناس تانية قاعده يعني، وبدأ ان هو جمع الناس وقال لهم طول ما احنا بنمشي الساعه 5 عمرنا ما هننجح. فالموظفين لقطوا، فبقوا يعملوا ايه؟ اولا بيطول جدا في مم. القعاد، ويجي بقى يبدأ يشتغل بعد الساعة 5، عشان هو دي كانت يشوفوا. الزيارة المعتادة ان هو ايوه. بيجي بعد 5 6 7 عشان يعرف مين اللويال يعني اللي قاعد لغاية بعد الساعة 7. فهم لقط هو بيفكر ازاي، وبقوا يدوله الحتة اللي هو عايزها ما انت عارف احنا في مصر ثقافة الحداقة دي، صح. سواء من الموظف او من صاحب المكان يعني. صح. مش عشان بس ما يبانش ان انا جيت لا لا الناحية دي صح وسبت صح. الناحية دي، لكن احنا في كلمة الحداقة دي يعني بحاول الاقي لها مرادف باللغة الانجليزية، مش لاقي موجودة عندنا احنا بس، فاهم قصدي؟ صح. سواء هو بقى عاوز يتحادق على الموظفين ومثلا ما يدومش حقوقهم او حاجة زي كده، او الموظف بيتحاول يتحادق ان هو جه الشغل بس ما اشتغلش، وهكذا. فاهم قصدي؟ لا لا، دي كانت انا اصلا اول ما قال كده، انا عارف انت رحت رافع حواجبي لفوق، تقول هو انت كده اديتهم الكود. ايوه ايوه ايوه. وفعلا كان الناس بتيجي تبع 9، اوكي ممتاز، انما الشغل بيبدأ فعلا على 4. امم
عشان نقعد بقى ايه ل6 7 اوفر تايم. اوفر تايم تاني بقى، فاهم؟ هم دول الرجاله اللي هتغير الكوكب وبتاع. انا قلت تمام يا جماعه، فرصه سعيده، انا مضطر امشي بقى، فاهم؟ لا وحاجه تانية كمان برضو، لو في جنرال جول، يعني النهارده جنرال جول از ربحيه. النهارده لو كل الناس بتفكر في ربحيه الشركه، ما هو دايما الناس بتفكر في قالب صغير قوي، يعني اللي هو القالب بتاعه كموظف مطلوب منه ايه. لكن لو كل الناس فكرت في هدف اسمى وهي ربحيه الشركه، ما الربحيه دي هتعود عليهم فرشور. صح. يعني النهارده لو انا بزود المرتبات بنسبه معينه، هزودها بنسبه اكبر وهكذا يعني. بس الهدف لازم يبقى هدف اسمى للناس كلها في منظومه واحده. انت عارف ان دايما بقول في العوده تاني للجزء الموظف ده، فكره بشوفها يعني الديسيبلين. امم الديسيبلين وفكره ان انا امتى تقول رايك وامتى ما تقولش رايك، لان الموضوع ما ينفعش يفضل على طول انت عمال تقول لي رايك. صح. يعني انا مره حتى الاتش ار يعني جت قالت لي الناس زعلانه منك. فليه يا مها؟ قالت لي لانك انت يعني ما بتسمعهمش. فاخدتهم في ميتنج طويل، كنا 30 واحد و40 واحد، شركه صغيره يعني. قلت لهم يا جماعه انا اسف والله لو انا كنت قليل الذوق معاكم، بس انا في الاخر لو كل واحد قال لي راي واحد في اليوم، دول 30 راي. صح. ففي وقت مخصص ان احنا نقول راينا. بس لو قمنا من على الترابيزه، مش عايز اسمع. ما انا مش قاعد برضو نقعد نسمع اراء. ما احنا شركه خدميه بنقدم خدمات، ما ينفعش انت تقعد تقول لي رايك. وقلت له لما انا اجي اقول لك مش هسمعك، انا مش قصدي والله، بس يعني هو في وقت للاراء وفي وقت هي كده. ما انا اعمل ايه طيب؟ ما هي هتتعمل كده، مش عشان انا كده، عشان العميل عايزها كده خلاص. فدي بشوفها ان دي بدات تتاكل. هو لا، هو بيبقى اوفندد لو انت ما سمعتش رايه، وبيبقى اوفندد لو انت سمعت رايه وما عملتش بيه، وبيجي يناقشك انت ليه ما عملتش بيه. ما احنا مش هنخلص بقى، ما مش عايز اعمله يا عم. يعني ما هو النهارده لازم تدي سبيس لناس معينه تقوم بوظيفه. انا مثلا الاداره العليا هدفها ايه؟ اداره المكان وكل حاجه، لكن هدفها النمو، تدور على بيزنس ليدز، تدور على جروث. لكن النهارده لو انت فعلا زي ما تقول عندك 30 موظف وسايب الباب مفتوح وكل واحد دخل حكى لك 5 دقايق، ما اليوم راح. صح. طب ما هو بيأذي نفسه بطريقه ما او باخرى. صح. يعني المفروض يبقى فيه بقى طبعا يعني ميدل مانجمنت وناس بتحل المشاكل، والاتش ار فيري سترونج اتش ار عشان يحل القصه دي. لكن هدف الاداره العليا هي النمو فقط لا غير. صح. انا هدفي ان انا انمي الشركه، ادور على سبل ان انا اجيب بزنس ريفينيوز، ادور على وهكذا وهكذا. لكن مش دوري ان انا، او مش دور الادارات عامه ان هي تحل مشاكل. فاهم قصدي؟ صح. طب باك لأرب فاينانس واي اف سكيورتيز وأرب فاينانس، ايه الخطة المستقبلية للشركة؟ مش حابب تتكلم عليها؟ والله لا خالص. احنا دخلنا شراكة دلوقتي مع بعض المساهمين وعملنا شركة قابضة تبع هيئة الرقابة المالية. والمفروض الله يبارك فيك، ربنا يخليك. والشركة القابضة دي المفروض تستحوذ على الشركتين، يعني شركة اي اف لتداول الأوراق المالية وشركة أرب فاينانس لتكنولوجيا المعلومات. وعندنا بقى خطط طموحة وكده، يعني ان احنا نحط فلوس اكتر في الشركة دي وفي الشركة دي، ونحاول برضو يعني الحلم اللي كان عندي في قصة أرب فاينانس بتاعت المعلومات ان انا اطبقه اكتر. لان طبعا بتبقى واصل لمرحلة محتاج ناس تانية تضخ معاك فلوس وانت بتكون استنزفت كل الموارد الذاتية بتاعتك. فالحمد لله ربنا وفقنا مع مساهمين قادرين ان احنا نقرا بعض كويس وشايفين يعني نفس المستقبل اللي احنا عاوزين نروحه. وعندنا افكار كويسة قوي في حتة ان احنا ازاي ننشر المعلومة والمعرفة في حاجات كتيرة بطريقة مبسطة قوي يعني. وحاجات موجودة هتبقى موجودة ان شاء الله. وبنعمل بقى ريفامبنج للويب سايت وبنعمل فيتشرز جديدة والكلام ده كله. فاي ثينك ان سنة 26 هتبقى سنة يعني فارقة لينا بإذن الله ان شاء الله يعني. عودة بقى ل 2019 وانت رايح تشتري شركة من نجيب ساويرس بتخسر. والله انا ما قابلتوش. كل شويه تقول لي انا بس عشان المهندس نجيب لو اتفرج. انا ما قابلتوش خالص، اعرف عنه طبعا واسمع عنه. هو لو نجيب بتفرج احنا مبسوطين. ايوه طبعا، بس انا مش عاوز بس اقول ان انا ما قابلتوش. انا ورجائي نقفل خلاص. لا والله لا ابدا. لا قصدي كنت متخيل. انا قابلته على فكره كذا مره. كان في شركه مدرجه في البورصه اسمها اوراسكوم تيليكوم، وهو كان رئيس مجلس
مجلس اداره وكده. فكان دايما عندي مستثمرين اجانب لما بيجوا هنا، تعرف مستثمرين اجانب وقتها كانوا او لغايه دلوقتي يعني بيجوا يزوروا، لما بيزوروا بلد وعاوزين يشوفوا الشركات اللي عاوزين يستثمروا فيها، فدايما كان هو من الشخصيات اللي دايما بيبقى موجود ويقابل المستثمرين الاجانب ومن الاجتماعات جدا جدا اللي كنت بحب احضرها. ودي حاجه نادره متهيألي ما حدش بيعمل كده كتير. معظمهم بيعملوا كده، بس هو بيبقى برضو الكاريزما بتاعت المهندس نجيب طبعا كويسه وكل حاجه، فطبعا بيبقى بيضيف اكتر للمستثمرين الاجانب ان هم بيبقوا مقتنعين، لان زي ما بقول لك في الاول انت خلاص قابلت الاداره بتاعت الشركه فبتقتنع بيها اكتر فبتستثمر فيها يعني قرار فندم بيسهلك القرار بالظبط. وراسكوم تيليكوم وقتها كانت من الشركات الكبيره جدا يعني في لا، بس السوق. عايز اقول ايه بقى، وانت بتاخد القرار انك تشتري شركه بتخسر، ليه شركه يعني ما شاء الله دلوقتي بقت هولدنج، الجيرني دي والله the journey never stops. the journey never stops. يعني ما وفي النص في تشالنجز وفي النص في كبوات كتيره جدا. من اكتر الكبوات اللي بتضايق منها ان يكون عندي فكره وعاوز اعملها ولسه من يومين ثلاثه الاقي حد طلع بيها، بحس ان انا بطيء جدا وديناصوري زي ما بقول. عاوز ارجع اللي هو بقى الجيل بقى دلوقتي اللي ما شاء الله محقق نجاحات كبيره قوي، اللي هو الثلاثينات ولا اللي هو بقى اللي هم عاملين بقى كل الطفره. ايه الفكره اللي ريسنتلي اللي ضايقتك؟ لا مش هقول عشان الناس بس طول الوقت كده بحس بقى جدا ان انا بطيء جدا في اتخاذ القرار. بعتمد على ناس غلط ان هم معايا، لازم اجيب ناس عشان كردي ولا عشان والله مش عارف يعني صدقني الايكويشن لسه ما ظبطتش، بس على مدار السنين اللي فاتوا كان في افكار كتيره طلعت وممكن تبقى كسل مني يعني. برضو انا مش معصوم من الخطأ، اكيد انا بيبقى عندي حاجات انا برضو غلطان فيها، مش هقدر الوم يعني مش هقدر الوم العوامل اللي حواليا يعني. فدي بتبقى اكتر حاجه مضايقاني، لان انا ببقى حاسس ان انا طلعت بفكره وشكلها كانت فكره هتبقى ناجحه وبعد كده ما. طب تشجع بقى الناس تعمل ايه في الحته دي؟ بمعنى لو عنده فكره على طول هي pursues it، ولو فشلت يفكر في فكرة تانية ويعملها تاني. اكيد ربنا هيرزقه. ما الظروف ما يستناش. لا يعني مش مستناش الظروف. اصل انت النهارده مثلا يعني مثلا فور اكزامبل، يعني انا من سنتين مثلا شفت فعلا فجوة في موضوع الاستثمار في صناديق الاستثمار، وطلعنا بفكرة واشتغلنا عليها وحاولنا نلم عليها فلوس وبتاع مش عارف ايه وكده، ما نجحناش ان احنا كان فكرة موجودة وكده. الواقع اثبت حقيقه الموضوع ان كان في فجوه رهيبه. لما بقول لك 2024 كان في 150 مليار مستثمره في صناديق الاستثمار، النهارده في 420 مليار. فاحنا بنتكلم على الماركت تريبلد في الحته دي. صحيح زي ما رجاء بيقول ممكن يكون نتيجه لارتفاع اسعار الاسهم، اكيد طبعا، لكن برضو نتيجه ان الناس شافت ان الحته دي كانت. وخلي بالك برضو هي بتتقاس بنسبه وتناسب من الدخل القومي بتاع البلد، فبرضو احنا اقل بكتير قوي من النسب العالميه ان الاسيتس اندر مانجمنت كومبيرد تو ذا جي دي بي يعني، ولسه فيها جروث. فدي فكره من افكار كتيره يعني راحت مني كنت المفروض نستغلها يعني. ف يعني اتمنى يعني ان هي ان الناس كلها لو طلعت بفكره معينه وحاسه ان في فعلا هم فجوه بيلبوها يعني، سواء في احتياج او في ساتسفاكشن او في كونفينينس. ما هي لازم انا بدور على مثلا حاجه تبقى مور كونفينينت فور يو، انت هترتاح لو عملتها اكتر. this is opportunity. حاجه انت هتستريح تبقى satisfied فيها ان انت تعملها. problem solving، حاجات زي كده الناس كلها عارفه يعني دلوقتي بكل اللي بيحصل يعني. كوردي انت يعني نورتنا النهارده، احنا ربنا يخليك. ربنا عارفين بنصور في وسط الاسبوع، فيعني شكرا ليك واتمنى ان البودكاست ده يتكرر تاني. ثانك يو سو ماتش والله، ميرسي قوي، وانا اتشرفت بيك وشو لذيذ وقعده مريحه، واتمنى بس تبقى الحلقه يعني خفيفه ومفيده للناس يعني ان شاء الله. انا شخصيا استفدت جدا يعني. انا قعدت مع الشخص اللي اشترى شركه من نجيب ساويرس. حاسس ان انا هيترفع علينا قضيه في القصه دي. ربنا متشكر قوي. ثانك يو سير. ثانك يو. ربنا يخليك وبست اوف لك ان شاء الله.